طب انت تعرف ان في 9 فواكه بتخفض الكوليسترول وبتحمي قلبك؟ ده التقرير اللي عملته جريدة الشرق الأوسط، وكان من أكثر الموضوعات قراءة في الجريدة. الجريدة بتقول في تقريرها إن في 9 فواكه لازم تحرص إنك تاكل واحدة منهم بشكل طبيعي يوميا. إيه هما بقى ال9 فواكه؟ أول واحدة التفاح. يعني بيقول إن في دراسة طبية إنك لو كلت تفاحتين يوميا لمدة 12 أسبوع 12 أسبوع لازم الكوليسترول الضار هيتخفض والدهون الثلاثية. طيب ايه تاني؟ قال لك الفواكه ذات النواة، المشمش، الخوخ، البرقوق، دي بتحتوي على مضادات أكسدة قوية وألياف قابلة للذوبان، وأيضا بتخفض الكوليسترول الضار وبتحمي القلب. ايه تاني؟ التالتة المانجو. المانجا وما أدراك ما المانجا، قال لك مليئة بالألياف والفيتامينات وترتبط بتقليل الكوليسترول الغذائي وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. البرتقال زي والجري فروت، يعني ده طبعا في الشتاء. ايضا الكيوي غني جدا بالالياف ومضادات، وبيساعد على رفع الكوليسترول الجيد وخفض الضار. الكمثرى، قال لك بقى القشره تحديدا في الكمثرى تحتوي على اعلى تركيز لمركبات خفض الكوليسترول، وده مهم جدا انك تاكلها. التوت، طبعا التوت الازرق والفراوله غنيه بمضادات الاكسده. العنب، واحنا في موسم العنب، خفض الكوليسترول الكلي ورفع الكوليسترول الجيد. اخر بقى حاجه الافوكاتو، بيقول لك دي بتحتوي على دهون صحيه ومهمه جدا، وبيمنع امتصاص الكوليسترول في الامعاء، ويخفض الكوليسترول الضار وبيرفع النافع. انا عايز اقول لك انك انت ممكن تبدا يعني بحاجه بسيطه، مش لازم طبعا تاكل 9 فواكه كلهم، لكن يعني لازم يبقى انت عندك روتينك اليومي تاكل حاجه من ال9 اللي بتقول عليهم جريدة الشرق الاوسط في تقريرها الهام، واللي حقق يعني اعلى مستويات من القراءه في الجريده. انا عايز اقول لك اهتم بنفسك، وبعدين شارك الفيديو مع من تحب، وخلي الصحه عاده مش صدفه. لا، متنساش كمان انك تشترك في القناه عشان يوصلك كل مفيد اراء. تحياتي.